يلا بينا نعمل مع بعض الكنافة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وإن شاء الله تعجبك. بصي بقى الجمال، بصي شكل السوداني، بصي اللون الذهبي كده للكنافة بعد ما شربت الشربات. حاجة كده تبارك الله، طلعت بقى كده من الفرن وشربتها الشربات وفي منتهى الروعة. بصي اللون عسل ازاي. عايزين بقى نشوف القمر ده عملناه ازاي كده مع بعض. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه. اول حاجه هعملها واجهزها للكنافه هو الشربات. معايا كده بوله او كسرولة هنزل فيها بكوبايتين من السكر، عليهم كده كوبايتين من الميه، واول ما تبتدي ارفعهم على النار. اول ما يبتدوا يغلوا معايا هنزل بعصره من الليمون واوطي واسيبه تلت ساعه على النار. وبعد كده عندي نص كيلو من الكنافه، ابتديت ان انا كان في الفريزر متفرز، طلعته من الفريزر وابتديت ان انا اقطعه حتت صغيره. ولو عندك كبه كانت هتفرمها لك طبعا بسرعه واحسن من كده في الكبه او في الهون. ممكن لو هي متلجه تدقيها كده في الهون او تقطعها بايديكي بالشكل القمر ده. قطعتها حتت صغيره كده في ايديا بالشكل ده. وبعد كده خلاص بقى حطيتها كده في حاجه اوسع. هنزل بالسمنه كده، معايا كده نص كوبايه من السمنه البلدي. هبتدي ان انا اقلب الكنافه كويس جدا بالسمنه واتاكد ان الكنافه اتشربت بالسمنه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. جبت الصينيه بتاعتي الالومنيوم العسل دي، وهنا ما ضفت السمنه ولا ضفت اي مواد دهنيه لان انا حاطه في الكنافه سمنه. هبتدي ان انا ارصها او اعدلها او ابططها كده بالشكل ده. وبعد ما حطيت كده نص الكميه نزلت بزبيب. هنزل بوسط الهند، وهنزل بزبيني. عندك مكسرات ضيفي، حبه تضيفي شوكولاته ضيفي، حبه تضيفي مانجا، حبه تضيفي فراوله، حبه تضيفي كاستر، حبه تضيفي كريمه كدابه او القشطه الكدابه، حبه تضيفي اي حاجه ضيفي. زي ما احنا كده شايفين نزلت برشه كده من جوز الهند. وطبعا ما حطيتش سكر ولا حطيت اي حاجه لان انا دلوقتي حزقها شربات. عندي بقى نص كميه الكنافه التانية، هبتدي ان انا احطها كده فوق. وهبتدي برضو ان انا افردها بايديا كده بحيث ان انا اغطي كل المكسرات عشان ما تتحرقش مني في الفرن. وهدخلها الفرن على درجه حراره 180، وهتقعد معايا نص ساعه وهنشوفها قمر كده زي ما شفنا في بدايه الفيديو. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب.